بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم قوسم مختار، رئيس الرابطة الولائية للجوجيتسو لولاية تيارت، وكذلك مدرب رياضة الجوجيتسو على مستوى ولاية تيارت. والحمد لله هذه المرة التحقنا بدور المنافسة وشاركنا في البطولة العالمية للجوجيتسو التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالضبط بأبو ظبي من 25 أكتوبر إلى غاية 7 نوفمبر. وشاركت في فئة الماستر كرياضي في اختصاص القتال الكامل، وزن أقل من 85 كيلوغرام، والحمد لله حالفنا الحظ وتحصلنا على المرتبة الثانية عالميا، نائب بطل العالم في هذه الرياضة، في رياضة الجوجيتسو اختصاص قتال كامل. ما يخفاكمش باللي التنقل تاعي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كان من الأموال الخاصة بي، وذلك بعد الاتصال بالاتحادية الجزائرية للجوجيتسو اللي سهلت لي الأمر، وقامت بتسجيلي على منصة الرقمية للاتحادية الجزائرية، وكذلك سهلت لي الأمر باقتناء تأشيرة الذهاب رفقة المنتخب الوطني اللي تنقل في نفس المدة معنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله الجزائر شاركت ب9 رياضيين فئة أكابر، بما فيهم أنا الرياضي العاشر فئة ماستر، وكنت أنا أول من توج بالميدالية الفضية في يوم 29 أكتوبر بعد خوض نزال نهائي ضد الكازاخستاني اللي كان عدة مرات بطل العالم على حسب الأقوال اللي صرح لي بها وعلى حسب الصور اللي شفتهم، وكانت له آخر منازلة في 2022. وأنا على عكس ذلك كانت المنازلة والمنافسة كانت في المتناول نتاعي وفي اليد نتاعي، لولا أنني نقص يعني المنافسة، راني في 8 سنين وأنا منقطع عن الميدان وعن جو المنافسة، مما سبب لي بعض الارتباك على مستوى البساط. والخسارة نتاعي ليست خسارة يعني فادحة، ولا الخسارة نتاعي جات من الجانب التحكيمي لنقصي في الجانب التحكيمي في هذا الميدان. الحمد لله المشاركة نتاعنا توجنا بميدالية فضية، أول ميدالية تتحصل عليها الاتحادية الجزائرية للجوجيتسو في هذا الاختصاص اللي كانت من نصيبي أنا والمنتخب الجزائري لفئة الأكابر. ما حالفهمش الحظ بصح، لكن أبدوا يعني منافسة قوية، وأبدوا يعني كلهم كانت أول مشاركة لهم. توضيح فقط للرأي العام، كاين بعض الأشخاص يقول لك كانوا 2 في الميزان، صح، احنا في عملية الميزان أنا يوم التسجيل نتاعي أنا ما كنتش نعرف باللي كاين 2 في الميزان ولا 3 في الميزان، ولا حنايا ساعدنا الاتحادية الجزائرية لنقص الدعم المادي، أنها قلصت في عدد المنتخب الوطني بعد الاتصال تاعهم، قال لك ما عندناش باش ندو كاع المنتخب الوطني. أنا قدمت يد المساعدة من خلال التنقل للمشاركة باسم الاتحادية الجزائرية ولرفع الراية الجزائرية، يعني الحمد لله في هذا المحافل بالأموال الخاصة نتاعي، يعني كما ذكرت سالفا. الحمد لله احنا نهار اللي رحنا ثم لعملية الوزن اللي كانت في 28 أكتوبر 2022، الحمد لله، وبعد الاستخارة من صلاة الاستخارة لله عز وجل، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما خاب من استخار، معناتها اليد حطينا الأمر نتاعنا بيد الله عز وجل. كان في الميزان نتاعي في فئة الماستر، هذو يسموها دعاوي الخير ولا يعني حسن النية، 3 في الميزان. كنت أنا وممثل لدولة الجزائر، علم الجزائر رافع الراية الجزائرية، كازاخستاني وإيراني. يوم المنافسة 29 أكتوبر من المفروض أنني نخوض نزالين، لكن الإيراني كان متواجد على مستوى القاعة وأبى الدخول إلى البساط لأسباب لست أدري، بالرغم من إلحاحنا له
انا والكازاخستاني باش يدخل معنا للمنافسه، بتكون المنافسه قويه، الا ان الايراني فضل الانسحاب في اخر لحظه قبل المنافسه. كانت اول منازله لي هي كانت ضد الايراني، وكنت يعني متحمس والحمد لله. في المنازله النهائيه امام الكازاخستاني اللي هو عده مرات بطل في هذه الرياضه، يعني بالصوره اللي شفتها انايا والبوديوم اللي كان طالع عليه والمنافسه 2022، دخلت معاه للبساط، فاذا بي انا اللي كنت مسيطر على المنازله. وفي اخر لحظات يعني المنازله هذيك ضاعت من يدي بسبب الاخطاء اللي اقترفتها على مستوى البساط الرياضي، لان رياضه الجوجيتسو هي ورياضه القتال الكامل اللي معروفه بالفايتنج سيستم هي رياضه ذكاء اكثر منها رياضه قوه. يعني انا الاخطاء اللي تسببت فيهم تسبب لي في خصم 5 نقاط من الرصيد تاعي، واضافه 5 نقاط للرصيد تاعو، وين انتهت المنافسه ب7 نقاط لي انا و9 نقاط للكازاخستاني. هي في الاصل كانت غاديه تكمل المنافسه بحوالي 12 نقطه للصالح نتاعي و4 نقاط للصالح نتاعو، لكن قدر الله ما شاء فعل، وكما قلت سالفا ما خاب من استخار. هذا فقط توضيح للراي العام. يعني لو كان كنت على بالي باللي 2 في الميزان ولا 3 في الميزان، لا والله ما كان على بالنا. احنا رحنا منا على اساس انه كاين 20 كاين 24 كاين، وعدد البلدان اللي شاركت في هذه المنافسه راهو يفوق العدد تاعهم 80 دوله. والحمد لله هذه الميداليه اللي توجت بها هي اول ميداليه اتوج بها على مستوى الوطن وعلى مستوى الاتحاديه الجزائريه للجيجيتسو في هذا الاختصاص، وين دخل الاتحاديه الجزائريه في الترتيب العام بشهاده السيد رئيس الاتحاديه ونائب رئيس الاتحاديه والناخب الوطني للاتحاديه. هذا فقط بيكون الراي العام، يعني المستمع الكريم يكون على باله بالتنقل تاعنا. والحمد لله احنا نهار اللي رحنا من ولايه تيارت، التنقل تاعي من ولايه تيارت الى ولايه الجزائر، ثم من ولايه الجزائر من دوله الجزائر الى العاصمه دبي او الى الامارات العربيه المتحده، كان لشيء واحد فقط، وهو رفع الرايه الجزائريه في هذا المحفل الدولي، وكذلك اعطاء جانب من الحماس، وجانب من يعني رفع الروح المعنويه للنخبه الوطنيه اللي راهم جايين في الطريق، اللي راهم مورانا. ما احنا فئه الماستر رانا كيما نقولوا بالدرجه تاعنا رانا في الفايده، والحمد لله شفنا المنافسه وشفنا النيفو نتاعهم. ماهوش مستوى اللي نقولوا يخلع ولا اللي يخوف الناس، لا الحمد لله حتى المستوى تاع الرياضيين تاعنا على مستوى الجزائر عندهم مستوى لا بأس به. وان شاء الله في المحافل الدوليه القادمه ان شاء الله بربي غادي يفرحونا، ورانا متيقنين كل الثقه باذن الله. انا ليست هذه اول واخر مشاركه، باذن الله سوف تكون مشاركات اخرى في محافل دوليه. وكما قلت اولا وقبل كل شيء هو رفع الرايه الجزائريه. وكلمه اخيره، احنا نشكر كل من دعمنا معنويا من خلال مرافقتي قبل ما نطلعوا نشاركوا، وبعد ما رانا جينا شاركنا. تحيه لخويا زكي والخويا اللي راهم متواجدين هنا معنا، تيارت نيوز كذلك. نهدي هذا الاهداء البسيط، يعني اقل ما اقوله، يعني هذا الميداليه هذه نهديها لاعز شخص على قلبي، وهو الوالده الكريمه الحاجه اللي ربي يطولها في عمرها، وكل الناس اللي راهم يتبعوا فينا. ونقول لكم اخر شيء اختم به الكلام: 1 2 3 فيفا الجيري.